عيون القلب سهرانة ما بتنامش، لا أنا صاحية ولا نايمة، ما بقدرش يبات الليل يبات سهران على رمشي، وانا رمشي مدى النوم وهو عيونه تشبع نوم، وانا رمشي مدى النوم وهو عيونه تشبع نوم. روح روح يا نوم من عين حبيبي، روح يا نوم. صديقي مرحبا بك معايا، والله على صوتك الجميل. الله يسلمك. أنا مبسوط بزاف اليوم بتواجدي معك على أثير الإذاعة التونسية الجميلة ميوزيكانا، و سي بور لا بروميير فوا ولأول عدد، يعني لو بليزير اللي كبير بزاف هو أنني متواجد معك في أول عدد من حصتك. مرحبا بك، وانا يسعدني انه يكون متواجد معايا صوت جميل كصوتك ربي صديقي. يخليك. محمد لونيس، غني عن تعريف الجزائر. الله يسلمك. انا اذا قلت لك بحالي بحالك، حتى انا اول مره اليوم في اذاعه تونسيه نقدم برنامج سولفيج ديس، يعني ما راناش مختلفين بزاف اليوم. لكن اليوم اذا قلت لك انا قدم نفسك بطريقه مختلفه للجمهور التونسي. نحب انا طريقه مختلفه. جادور باسكو يعني عندي كيما على بالك عندي بزاف دي باساج تيلي ايتترا، دائما يعني لا روتين ماذا بيا نخرج منها. نبداو طب. نقول الشعب التونسي شعب جميل راقي، ومن الشعوب الأكثر تذوق للفن والطرب الأصيل. صحيح. الشعب التونسي هو شعب يعني قلبه كبير، وشعب كريم، وشعب يعني فنان. بالنسبة لي تقريبا كل التونسيين يعني زرت تونس، شعب فنان. الشعب التونسي أول مرة راح يسمع محمد لونيس. محمد لونيس الشاب اللي في عمره 25 سنة. محمد لونيس الفنان الطموح اللي عنده سنة واحدة منذ دخوله للوسط الفني، يعني سنة واحدة فقط. نعم، خلال هذه السنة راح يطلق ألبوم بعنوان يليالي، اللي راهو حصريا في الإذاعة التونسية ميوزيكانا. لأول مرة راح يجوز أنا معكم. نشكرك على هذه الحصرية، ونقول لك مسبقا مبروك، وإن شاء الله أنت طفيت شمع الأولى من دخولك المجال الفني، يعني الوسط الفني في الجزائر. نعم ونتمنى أنه هذا الألبوم راح يخرج بعد أيام قليلة أظن في الجزائر، إن شاء الله أنه قليلا. يلاقي نجاح كبير، وراح نتحدث عليه إن شاء الله. دونك فوالا محمد لونيس رغم الصعوبات مواصل، رغم صعوبات كثيرة وديكو صراولو، لكنه مواصل وسوف يواصل حتى آخر لحظة في عمره في الوسط الفني إن شاء الله. ومحمد لونيس هو شاب عنده حلم كبير، ليس بالنجومية المحلية لكن إن شاء الله العربية، ولما لا العالمية. ان شاء الله باذن الله بيوفقك. واحنا انا نقول لك مدى وصلوا ناس بالموسيقى الجزائريه العالميه، لما لا فنان اخر جديد يقدر يوصل الموسيقى الجزائريه ايضا للعالميه إن شاء الله. وانت كنت تكلمت على الشعب التونسي. انا نحب نضيف حاجه، انه صحيح انه الشعب التونسي متذوق للفن الاصيل، وما يقدرش ما يكونش الشعب التونسي متذوق للاصيل مادام الشعب التونسي هو من انجب ذكرى وصليحه وكل هالاصوات الجميله اللي حطهم في الساحه الفنيه. عليا طبعا تونسية. عليا التونسية. أنا قدمت نفسك للجمهور التونسي. أنا لو أعطيتك مرآة محمد لونيس، لو أعطيك مراية كما نقولوا إحنا في الجزائر مراية، تشوف روحك فيها كيفاش تقدم نفسك لهذه المراية كأنها هي الجمهور الجزائري. الجمهور الجزائري اللي يحبك من يعني أعطاك فرصة
حتى بنت، لانه انت مهم. ما فتش عبر برامج الهواة، يعني تعرفت دخلت للساحه الفنيه عبر صح الاذاعات وعبر القنوات التلفزيونيه، صح ولقيت تفاعل مع الجمهور. نحكي من المرآة. مهم. أولا نشوف المرآة نقول لهم أنا محمد لونيس الفنان الذي تعرض للظلم كبير، برغم ذلك أنه مواصل وحيطلق ألبومه قريبا. نقول لهم انتوما الجمهور، انتوما أساس الفنان، بدونكم الفنان ما يكونش وما تكونش وما تشعلش الشمعة تاعو وما يكونش نجم. نقول لهم انتوما هما تاج الراس، ونتمنى أنكم أنه عددكم يزداد، ونوعدكم إذا وقفتوا معه مع هذا الفنان محمد لونيس راح يدير لكم، راح ينتج لكم دي ميراكل، ويقدر كل يعني سواء ماديا أو معنويا راح يلفادوني أفون، يعني راح يمد أقصى ما عنده لكي فقط يخلق اسم، وهذا الاسم يعكس المجتمع الجزائري والتونسي المغربي والعربي. ان شاء الله صديقي، وان شاء الله توفق في الحال إن شاء الله. الهدرة اللي تقول فيها، وان شاء الله كل واحد عنده طموح، وكل واحد يتمنى انه يوصل، علاش كل واحد عنده الحق انه يوصل ويلحق للبيوت ديالو اللي حبه. مهم. عجبتني إجابتك أنه تحكم المراية وأنه نجاحك ما عندكش انتقام من الناس اللي وقفوا لك في الطريق، لكن أنت حاب تنتقم بالنجاح ديالك. فوالا exactly. وهذا شيء جميل، أنه الواحد لما يحب يشفي غليله كما يقولوا في المشرق الغربي المشرق العربي يقولوا أنه يعني يشفي غليله بطريقة ذكية أكيد نعم. هكذا. أنا عرفت مؤخرا أنه تفاجأت بهذه المعلومة، مهم. أنه محمد لونيس كتب ولحن أوبرات رائعة عن البراءة بعنوان بسمة البراءة، بسم الله وكان الرحمن شارك فيها فنانين جزائريين كبار وشباب في نفس الوقت الرحيم. مثلك. نعم. لكن أنا تفاجأت أنه فنانين جزائريين كبار شاركوا في هذه الأوبرات، مهم. لكن الملحن وكاتب كلمات هذه الأوبرات كان محمد لونيس. نعم. خبرني شوي على هذه التجربة. كانت تجربة من أروع التجارب الفنية اللي مرأت بها في حياتي. بسمة البراءة هي أغنية ديدي aux enfants cancéreux، يعني مهداة للأطفال مرضى السرطان. مرضى السرطان. دونك الأغنية كانت فكرة هراج أمسي، ان رابور الجيريان أوراني اللي كوني اون الجيري، وكانت من الفكرة ديالو. وهاد البروجي هذا كان متوقف لأنه ما لقاوش ان بينيفول اللي يكتب لهم مجانا، ما لقاوش حتى فنان او شاعر متطوع انهم يكتب لهم حاجه شابه في المستوى لحن وكلمات في المستوى اللي يوصلوا لكامل المستمعين الجزائريين. اذا في هذيك لا بيريود، في هذاك المومون هذاك ديورون هذاك المومون، محمد لونيس تعرف، انا شخصيا تعرفت على الفنانه سماح عقله اللي ولات صديقه، نوجه لها تحيه عبر سمع الإذاعة. نجح لنا تحية عبر عن إذاعة موسيقى التونسية. هي في هذيك الاسبوع كنت عندي اسبوع من اللي عرفتها، عيطت لي، شفت التليفون تاعها، جاوبت قلت سامح عقله، يعني اكيد عندها شيء مهم انها اتصلت فيا. كي جاوبت قالت لي محمد جو تو دوموند ان بتي سيرفيس وربي يخليك، وقلت لها يا با سوسي، قلت لها اذا كان في الفن، قلت لها ما كان ولا مشكل، انا كيفاش على جال الفن يعني جو في لامبوسيبل. قالت لي فوالا كاين شونسون لو تام ها هو، ماذا بيا انك تعاوني، على بالي بلي انت كاتب وملحن شاطر، باسكو سمعت الالبوم تاعي كي كان في صدد الانجاز وانبهرت بالكلمات والالحان والمستوى. يعني الحمد لله هذه شهاده منها لانها فنانه قديمه طبعاً، وعندها خبره في الفن، عندها بصمتها في الساحة الفنية الجزائرية. اكيد بيان سور، وعندها انا الحاجه اللي نحبها فيها سي لو تامبر، سمح وعنفوانها وعفويتها. سمح عقلة معروفة بصوتها دافئ. دافئ، هذا أكيد، لكن معروفة بصوتها المتعدد اللهجات، يعني وصوتها أنه ينتقل من لهجة إلى أخرى، صح ويغني صح من طابع إلى آخر ومن مقام إلى آخر. معروفة بتقليد الأصوات. أنا نشوالها في فاميلا ما حبيش نذكر أنا عنوان البرنامج لكن أنت ذكرته في أحد البرامج التلفزيون الواقع في الجزائر. نعم. وعملت ضجة كبيرة صح ما كاش لي ما يشفولوش. انا من مواليد 91 وانت كذلك، اكيد نشفاو له.
انا كنت حنطرح عليك سؤال نقول لك علاش ما نتجتوش كليب لهذه الاوبرات، لكن كي قلت لي انه ما لقاوش شاعر يتطوع ويكتب الكلمات، عرفت انه انتاج هذه الاغنيه كان صعب جدا. بصح للاسف اللي دبر كيفاش يقولوا اللي دار الانيسياسيون هذه الانيسياتيف بليتو هذه الفكره صاحب الفكره تاع الاغنيه عنده دي كونتاكت الى دي كونتاكت كما يقولوا لا تعد ولا تحصى. اذا جو فوا با ولا ما دارلهاش كليب. فوالا سؤالي بقى مطروح، جو فوا با ولا ما دارلهاش احنا انا ما نقدرش باسكو عنده بزاف لي كليب وعنده بزاف انتاجات فنيه و دوماج سي تري بيان دوماج داخلين فيها بزاف امورات ما نحبش نذكرهم لانه ما نحبش ندخل في لي كونفلي هكذايا. معليش اغنيه نجحت لو مالور سي ما لحقتش للناس اون تري بال شونسون كيما هذه اون سي بال شونسون كيما هذه ما لحقتش للناس. كاين دي جون ما يعرفوهاش وانت انا واحد من هاد tu الناس l'as ما يعرفوش découvert اليوم. انا اكتشفتها اليوم صحيح. سي فريمون دوماج. انا اكتشفت هاد الاغنيه اليوم صح. تحصرت الا في اذاعه واحده باش تشوف يعني لو مالور تحصرت الا في اذاعه واحده في الجزائر مع انه عندنا الله يبارك اذاعات بزاف. وعلاش هاد الاغنيه ما راحتش اذاعه حتى الاذاعه الجهويه اللي قدام هما ان بلوك واحد ان سول بلوك. ما عنديش مانع انه تقول اسم الاذاعه ولا جيلا اذاعه جيلا فام نشكروها لانها تشجع الشباب وفريمون انا اغاني تاعي كلها جالسه في جيلا فام وهي والناس عرفوني عبر جيلا فام اكثر من اذاعه اخرى. ان بلوك واحد اون سول باتيس كاين 3 راديو اون سي بال شانسون avec des paroles شابين ماشي انا كتبتهم ماشي كي انا كتبتهم avec des voix شابين اصوات واعده حتى لي رابور ايزيتي فريمون او توب. هاد الاغنيه هذه كيفاش يعني دي شامبر دي ستوديو واحد لاصق قدام واحد كيفاش اون سيبر شانسون تذاع في اذاعه واحده الاذاعات الاخرى لا. هذا نقولوا له حنا لو مونك سي لو مونك دو كومونيكاسيون. يعني ما كاش حوارات بين إن كان بين الاذاعات ما نقولش بين الاذاعات لكن بين الناس اللي تشتغل اللي تخدم في الاذاعات البيرسونيل تاع الاذاعات. ولكن الاغنيه مادام انها كانت قلت لي برودكسيون بينيفول انا هذا يعني اعداء النجاح يعني قطعك معليش خليني نكمل الفكره تاعي انه قلت لي برودكسيون بينيفول يعني برودكسيون بينيفول ما عندهاش حقوق لما تنتقل من اذاعه لاذاعه اخرى يعني مجانا تروح من اذاعه لاذاعه اخرى. هذه حاجه لازم تكون فخر باسكو واحد ما دارها في الجزائر وراهو اللي دار اغنيه على هاد ما كاش يا با وبافون ما داروش اغنيه على الاطفال المرضى بالسرطان. هاد الاغنيه هذه اسمح لي نسيم باسكو انا كي نهضر عليها نحب نهضر عليها بلي ديتاي. هاد الاغنيه نورمالمون لو كان عندهم ودنيهم الاذن تاعهم اذن موسيقيه كما يقولوا حتى التم بالجزائريه لو كان راهي هاد الاغنيه عربيه ما راهيش محصوره في اذاعه جيلا فام. لو كان راهي محصوره في الجزائر لو كان راهي اوما معروفه في الجزائر لو كان راهي معليش سي با مال كاين دي شا دوفغ راه معروفين غير الجزائر. هذه معروفه غير يعرفوها غير الناس اللي تستمع لجيلا فام فقط. مستمعين جيلا فام تيتو ما هذاش نقدر نقول. انا شفت الاغنيه سمعتها في يوتيوب وقريت تعليقات الناس في كان اون فيرسيون واحده اخرى فيها تعليقات اكثر. هي التعليقات انا التعليقات بهرتني يعني كاين ناس انه تشوف انه الجمهور اللي سمع لهذه الاغنيه رغم تشوف انه كانوا عاملين تعليقات شباب صغار ويعلقوا على الكلمات وعلى التلحين وعلى هذا الشيء اللي الفت انتباهي اكثر. وفي لو سيف يعني في فيديو واحده اخرى تعليقات اكثر رونق اكثر جمال اكثر des commentaires plus motivants. معليش ان شاء الله انا كان وعدك انه هذه الاغنيه راح تبت يوميا عبر اذاعه ميوزيكانا ان شاء الله. وهي ما تقدرش تدخل اغنيه كما هذه ما تقدرش تدخل سباق الاغاني لكن انا نوعدك انه راح تبت يوميا في احنا عندنا فقرات لاذاعه الاغاني. نوعدك انه راح تبت يوميا في اذاعه ميوزيكانا اف ام وبالتنسيق مع زملائي اللي يخدموا في هذه الاذاعه الجميله اللي نسميها اذاعه جميله لانها فتحت الباب لبرنامج سولفيج. انا خلينا نغيروا شويه اون دو ديريكسيون ونروحوا الى محمد لونيس 2016 البوم خدم منه وقت كبير
وإنتاجه كان صعب جدا، صح. أكله منك 3 سنين، مهم. أخذ منك نقدر نقول محمد لونيش شاب ما عندوش دخل آخر، لأنه هو ما ننساش أنه شاب وطالب جامعي، مهم. يعني ما عندكش دخل أنك تنتج هذا الألبوم. أنت ما لقيت لا شركة إنتاج دعمتك صح ولا ان بروديكتور ولا أنبولو اللي نقدر نجني منه المال أها. ونكون مرتاح نفسيا، وأنبولو كي يعني ريلاسيون افيك لا. الحمد لله. أنا اليوم سعيد جدا أنه شاب جزائري في عمرك 25 سنة الله يبارك عنده في الريبرتوار ديالو أكثر من 15 أغنية، نعم. وجاب ألبوم ب9 أغاني جديدة بانش، فيه أغاني عربية، تلحين كلمات تاعك. كاين بعض الأغاني لشعراء وملحنين آخرين، لكن أنك لحنت أكثر من 5 أغاني في هذا الألبوم التلحين كل ألبوم ملحن مني، كل الألبوم تلحين ما عدا واحدة هي أغنية الليلة، وكل ألبوم من كلماتي إلا أغنية واحدة اسمها غلطة واحدة، هي من كلمات شاعر جزائري محترم اسمه كمال أزرق. مادام بدينا بغلطة واحدة نتكلموا عليها حتى ومن بعد نعم. نبدأ. كلمني شوي عن أغنية غلطة واحدة. غلطة واحدة هي أولا هي الأغنية رقم كم في الألبوم؟ غلطة واحدة هي أغنية رقم 3 في الألبوم. من حدثنا عليها. غلطة واحدة هي من كلمات شاعر صديق كمال أزرو. هذا الشاعر تلاقيت به في راديو البهجة وانبهر بصوتي، كان أول مرور إعلامي يعني تلفزيون إذاعي باردون. دونك انبهر بصوتي، قال لي لازم نكتب لك شيء. أنا نسيته ما درتوش في بالي. من بعدها في طور إنجاز الألبوم تاعي il m'a proposé des paroles ما عجبونيش، هما غلطة واحدة. يافي دي بارول ما عجبونيش ترو شعبي، وانا جو بي با شونتي ان تروك ترو شعبي. فهمت؟ انا نحب انا جام شونتي تو سكي سامبل اي بو. اذا هذه الاغنيه كانت مصريه جزائريه. انا قلت له نحي المصري والجزائري ناخذه، ولكن لازم يكون فيه تغيير، لانه انا جد صعب في الاختيار. يعني مش اي واحد، حتى ولو كان ماشي غرور هذا او سيديغو، حتى ولا كان لو كان نزار فرانسيس او كان شاعر كبير او ملحن كبير، لكن انا والحاجه اللي نخرجها انا وبدراهمي لازم تكون حاجه انا راضي عليها 200 مليون طبعا. هذا اكيد. دونك تم تغيير كلماتي. غلطه واحده هي تحكي على انسان يعاتب نفسه، يقول انسان غلط مع الحبيبه تاعو يعاتبها، يقولها غلطه واحده وزل لسان. انا ما نعرفش يعني ما نعرفش نحكي، نعرف نغني الكلمات، ما نعرفش نحكيها. هي يقولها غلطة واحدة وزلت لسان، من بعدها كان اللي كان، ماني معصوم أنا إنسان، كنا نغلط إلا الرحمن، كنا نغلط إلا الرحمن. فوالا vous avez compris. أنا نشكرك، وصوتك ما عنديش، أنا مش حيختلفوا عليه اثنين. أنا هذا مش ما أقولكش أكتر، مش حيختلفوا عليه اثنين. لكن قبل ما نكملوا في الحديث عن الألبوم، أنا نخلي مستمعينا يروحوا يسمعوا البرومو الألبوم اللي فيها 9 أغاني. كل أغنية شحال فيها من 9 أغاني. شوف كان 4 أغاني لبنانية و5 جزائرية، ومن بينهم واحد لا لكن في البرومو كل أغنية شحال فيها توقيت؟ دقيقتين. يعني كل أغنية فيها 10 ثواني. 10 ثواني هكذا. أوكي، يعني روحوا سمعوا معنا هذا البرومو ونرجع لكم. أنا اللي الناس غدروا بيا يا ليالي، خليك يا عمري خليك هموم الدنيا، أنا نسيك قوليلي واش تسوى هذه الدنيا بلا بيك. قلبي خلقان لا إله ما بيهدى لو انت مش حدو. حبي ربي بلاها بعد عليها كان هو
بدي رجعلي اللي خان العشر يوم وراح غلطة وحدة وزلت لسان من بعدها كان اللي كان ماني معصوم أنا إنسان كنا نغلط إلا الرحمن بدي اسمع قلبي ودقاته من جديد بدي لحبيبي نصيبي وأمل الوحيد حلمي بجنبي وياخدني بعيد بعيد عيشني ويخليلي بكرة كل وعيد. مستمعينا مستمعاتنا عودة مجددة إليكم عبر أثير إذاعة موسيقى FM وفي برنامجكم الجديد سولفيج ديس عفوا. هذا كان كنتوا تستمعوا إلى برومو ألبوم محمد لونيس ياليالي وإحنا عندنا الحق في يعني عندنا الحق أن نسمع لكم أغنية واحدة من هذا الألبوم اللي هي أغنية الليلة وراح تستمعوا إليها بعد قليل من خلال التوب سولفيج مسابقة الأغاني اللي دخل عليها محمد لونيس وجرأة منه أنه يدخل بأغنية الليلة في المسابقة يعني في مسابقة الأغاني والأغنية عمرها ما تسمعت في عبر يوتيوب أو عبر أي إذاعة يعني سمعت في إذاعة جيلافام لكن الناس ما تعرفهاش عندنا في إذاعة موسيقانا وأنا أقدر نقول لكم أنه خدات يعني خدات تصويت مليح لحد الآن. محمد كمل احنا هدرنا على الأغنية رقم 3 نولوا إلى الأمام ونهدروا في الأغنية رقم 1. أغنية رقم 1 هي الليلة. أغنية رقم 2 نهضروا عليها نهضر على أغنية الليلة أغنية نهضروا عليهم بريفلي. أغنية الليلة هي من كلماتي ومن ألحان عبد الله مسوس الموزع العالمي يعني هو موزع عالمي ما زال ما حصل لي شرف اني نتعامل معه كموزع مالغري كو il m'a proposé لكن انا ما جاتنيش الفرصه يعني قضاء وقدر كل شيء قضاء وقدر. عبد الله مسوس لازم نحضر عليه لانه ملحن عالمي لكن اسمه غير ساطع في الجزائر. انت راح تفاجأ بالمعلومه هذه. عبد الله مسوس هو موزع ميستيريو موزع كادر جابوني أقوى الهيتات تاع كادر جابوني موزع فوليوم 1 فوليوم 2 لدي جي عادل أقوى أغاني يعني الأقوى الأغاني الراديو الجزائرية. أوكي. موزع من كذلك يعني مؤخرا ريمكا موزع لو رابور الجيريان فكرني تعطيني معلومة برك موزع مغنيين فرنسيين معروفين وعندهم 100 ملايين مشاهد. مادام احنا مع بعض تعطيني معلومة آخر ألبوم لدي جي عادل اللي كان عليه أغنية سمح عقله وأغاني ندى ريحان واحدة من أغاني ندى ريحان دخل معنا في ترشحت معنا للتوب سولفيج اللي هي آخر أغنية ندى ريحان لا مرشحة بغيت نسيت معليش بعد نعطيهم العنوان أنا عندي في الورقة عندي هذه الأغنية يعني من توزيعه هو هذه الأغنية ليست من توزيعه يعني بصح لكن معظم الأغاني الهيتس أوكي مثلا Viens vers moi Danse avec moi اللي تم تصوير كليبها في ميامي واحتلت مراتب الأولى في الجزائر هي من توزيع الموزع الكبير عبد الله مسوس. لما لا نسقوا أنا وياك وبالك يكون معي ضيف في الحلقات المقبلة سولفيج ديس إن شاء الله أكيد. والأغنية رقم 2 الأغنية رقم 2 هي أغنية شو صعبي أول أغنية سجلت يعني الأغنية لما تقول لي أغنية شو صعبي اللهجة اللبنانية أغنية لبنانية من كلمات والحان. قبل ما نهضر على هذه الأغنية حاب نسقسيك كيفاش محمد لونيس وليد القبة وليد الجزائر كتب ولحن لبناني وهو عمره ما راح لبنان من شكون أثر فيك إلى هذه الدرجة حتى قدرت تكتب لبنان؟ لأنه محمد لونيس مهووس بشيء اسمه لبنان. فوالا تسافر مهووس بشيء اسمه لبنان بفن لبناني رقي لبناني ثقافة لبنانية إبداع لبناني يعني وثقافتي تقدر تقول شرقية أكثر من جزائرية أو مغربية. يعني في الغناء حاب تقول في الفن أو حتى في المونتاليتي
أوكي، يعني معلش واش الحاجة هي تختلف عن ولبناني أكثر لأنه اللبناني يعني تفتح متفتح ما عنديش des arrière-pensées je suis très cool يعني نقدر كامل الناس نقدر كامل المواهب ما نحقرش كيفاش يقول ماشي ما نحقرش ما ندخلوش الحقرة كومون ديراج أنا عندي لا مونطاليتي تاع كل واحد يعيش حياته. أوكي، يعني كل واحد وهذه حرية شخصية إنه كل واحد يعيش حياته نشجع الفن الجريء مثل كما يحب هو. طبعا تشجع الفن الجريء في بعض المجتمعات الفن الجريء مازال ما لقاش مكانته ولا مازال ما لقاش مكانه، مالوغوزمون لكن في بعض البلدان العربية أنه نشوفوا الجرأة موجودة في الفن. مصر ولبنان نعم الجرأة موجودة في الفن ومش من اليوم، يعني موجودة من أكثر من 20 سنة وأكثر صح. موجودة في الفن. أنا أقول لك نسيم لولا الفن اللبناني لما كنت غنيت وتعرفني دايتك وراك مستضيفني. يعني أنت استلهمت من فنانين لبنان؟ يعني مش استلهمت الفن اللبناني هو باش نكون واحد إنسان صريح صح نحب فن بلادي لكن باش الإنسان يكون صريح أنا الفن اللبناني في قلبي يحتل المرتبة الأولى هو وطارب المصري أكيد. طبعا ما يقدرش ما يكونش. مقبل تحدثنا على الفنانة صالحة وفنانين تونس، كل بلد عنده رموزه صح. ولبنان عندها رموزها وديع صافي ومجد الرومي صح. نعم. والعديد من المطربين الكبار اللي تربى على صوتهم الأجيال الجديدة. وإحنا الجزائر يعني عندنا مش عقدة لكن عندنا يعني الشعب الجزائري عنده افتخار زائد بالفن تاعو. طبعا ما يقدرش ما يكونش الشعب الجزائري عنده افتخار زائد بالفن تاعو بما انه هو الفن العربي الوحيد اللي وصل للعالمية. صح هذه صح معك لكن يعني كيفاش نفهمك بارابور لي ماروكان اي لي تونيزيان يعني عندهم تفتح كبير للفن الشرقي وهذا الشيء نسيم هذا الشيء هذا انا نحب فن بلادي واكيد نفتخر به ومثلا الان الاغاني اللي راهم يسمعوهم اغاني جزائريه ودرنا لهم الحصريه الاذاعه التونسيين والاذاعه التونسيه درنا لهم حصريه لاغنيه جزائريه فهمت نتشرف وسورتو باسكو فيها اون فيزيون امريكان سي دو لا بوب ايتترا بكلمات جزائريه وكلمات تنبع من العاصمه فهمت كلمات جزائريه بالقاع فهمتني كيما كلمات تاع الجزائر تاع الجي سونتر دونك انا نغير من المغاربه والتوانسه لانهم متفوقين تفوق باهر في الفن الشرقي ونقدر نبصم بالعشرة انه الاصوات التونسيه والمغربيه والجزائريه اللي راهي جايه ان شاء الله نقدر ان شاء الله نكون واحد منهم أصوات واعدة في الفن الشرقي وعندها بصمة قوية وعندها ان تامبر ودي كاباسيتي انورم اكثر من الشرقيين نفسهم. انا نوافقك في هذا الراي لانه في السنوات الخمسه الاخيره شفنا موجه اصوات مغاربيه مش عاديه لكن هما يقولوا لما تكون في المشرق العربي انا سمحت لي الفرصه وزرت المشرق من قبل ولما تكون هما في المشرق يقول لك اجمل الاصوات الطربيه من المغرب العربي صح. يعني ما نقدرش نقولوا يعني 5 سنوات الأخيرة بالك قعدنا فترة أصواتنا ما بانتش أصوات المغرب العربي ما بانتش وبانت الأكثر الفنانات لكن والفنانين بالجماهيريتهم لكن اسمح لي الأصوات التونسية بانت ومكانتها ما تزعزعتش مثلا لطيفة العرفاوي مثلا صابر رباعي لطيفة العرفاوي نعم وصابر الرباعي يعني مكانتهم في الساحة الشرقية لم تهز. نوافقك في الرأي لكن صابر الرباعي صوت لا يعلى عليه أكيد وكاين فنانين توانسة أصوات جبارة جدا يعني استمروا لطيفة العرفاوي أنا نحترمها ونحترم فنها الجميل لكن لطيفة العرفاوي ما بانتش بصوتها القوي يعني هي صحيح قدمت فن جميل لكن بانت بلو تامبر دو فوا لكن ما بانتش بالصوت القوي اللي كانت تتمتع فيه ذكرى الله يرحمها. صح يعني كاين اصوات طلعت من المغرب العربي اقوى بكثير من الفنانه لطيفه العرفاوي. صح. محمد دانا نقطعك دقيقه نروح ونسمعوا اغنيه ياليالي ونرجع نحكوا.
يا ليالي انا اللي الناس غدروا بيا يا ليالي خلي نجومك تضوى ليا يا ليالي ما تقدريش بيا يا ليالي حن عليا روفي بيا يا ليالي انا اللي الناس غدروا بيا يا ليالي خلي نجومك تضوى ليا شحال درت الامان في ناس خرجوا عديان حتى عشت ندمان نبكي ماضر الزمان شحال بنيت قصور بالحب والحنان سايت قطعت بحور وما لقيت غير المحان شحال درت الامان في ناس خرجوا عديان حتى عشت ندمان نبكي ماضر الزمان شحال بنيت قصور بالحب والحنان سايت قطعت بحور وما لقيت غير المحان وما لقيت غير المحان يا ليالي ما تقدريش بيا يا ليالي حن عليا روفي بيا يا ليالي انا اللي الناس غدروا بيا يا ليالي خلي نجومك تضوى ليا حلالي نبات سهران ليالي ما بقى لحبيب لا غالي نشكي له همي وحالي بجروح الناس دريت بجروحي حد ما درالي على هموم الناس بكيت وهمي مرافق خيالي النوم ما بقى حلالي نبات سهران ليالي ما بقى لحبيب لا غالي نشكي له همي وحالي بجروح الناس دريت بجروحي حد ما درالي على هموم الناس بكيت وهمي مرافق خيالي يا ليالي ما تقدريش بيا يا ليالي احنا ليا روفي بيا يا ليالي انا اللي الناس غدروا بيا يا ليالي ما تقوى ليا يا ليالي يا ليالي احنا ليا روفي بيا يا ليالي انا اللي الناس غدروا بيا يا ليالي خلي نجومك تضوى ليا مستمعينا مستمعيتنا عودة مجددة إلى برنامج سولفيج ديس على إذاعة موزيكانا اف ام، ودائما معايا متواجد معايا النجم الجزائري محمد لونيس، وكنتوا تستمعوا إلى أغنية يا ليالي. هذه الأغنية أنا عندي معاها قصة غرام، أنا سمعتها أول مرة على يوتيوب وعلى قناة مصرية، وكنت مازال ما نعرفش محمد لونيس، مازال ما كنت نعرفه كمغني جزائري، كنت ما نعرفوش شخصيا. ومن الأغنية اللي خلتني نلحق ليه ونتحدث معاه شخصيا. كلمني على هذه الأغنية، عن كلماتها، عن اللحن الحساس اللي فيها، عن القضية الاجتماعية، عن الرسالة اللي تقدمها هذه الأغنية، وكلمني حتى على الاستوديو وين سجلت وعلى الموزع لأنه توزيع رائع. هي الأغنية هي أغلى أغنية لقلبي وأرخصها ثمنا. ثمنا يعني دفعا نقدا، يعني الإنتاج تاعها ما كلفكش. أرخصها إنتاجا. بالك يتخلعوا في دوكا المستمعين سمعوها وسمعوا لا كاليتي. هذه الأغنية تسجلت بسعر يعني بزاف رخيص غير متوقع، والتوزيع كان رائع، من أروع التوزيعات الموسيقية في الألبوم. إذا ماشي هو يقدر يكون هو الأجمل بالنسبة لي، هو أروع توزيع. أغنية ليالي من كلماتي وألحاني تعالج قضية إنسانية اجتماعية، هي تحكي على الغدر، على الخيانة، على الوحدة، يعني le phénomène du jour. Voilà.
يا بلو داميتي الكوتيديان اللي عايشه كل فوالا انسان يعني. الكوتيديان اللي يعيشه كل انسان. يعني اي انسان تعرض للخدعه، للخيانه، للغدر، للوحده، بعد ما يكونوا عنده اصدقاء ملمومين به، لكن صادن اللي يلقى روحه واحد. دونك سيتي سا سيتي اون اكسبيريونس. لو كان ما كانتش اكسبيريونس ما تقدرش تخرج بهذا الرونق وهذا الجمال. اذا اغنيه تبنتها ميلودي. شركه ميلودي المصريه للانتاج. بعد ما سمعتها يعني المانجر تاع ميلودي يعني وقع في غرام الاغنيه وخدعها صحيح، حق لي ان نقول انك انت تنازلت بحقوق الاغنيه لقناه صح ميلودي. اكيد انا تلازمت بحقوق تامه وما كانش دفع، ما كان اي مقابل، بدون اي مقابل، بدون اي مقابل، لانه كنت في بداياتي وما زالني في بداياتي. حتى لو كنت في بداياتك انه فنان يتنازل بحقوق اغنيه ديالو باغنيه انتجها وانتاج خاص، انه يتنازل بحقوقها، يعني ما يدير هذا الشيء غير الفنان الحقيقي اللي ما عندوش كيفاش نقولوا الى با افونتاج مع التجاره مع الكوميرس. انا ما زال لحد الان ما تبدلتش. ان شاء الله ما نتبدلش بهذا البرانسيب. يعني كاين اماكن لازم نغنوا بهم بالدراهم، يعني كاين دي بروبوزيسيون يكونوا بدراهم، و شوي توجور بور كيفاش يقولوا بور دوني سو كو جي كوم سافوار فير في المجال الفني ببلاش. فوالا هذا الفن ما يعمل هذا الشيء غير الفنان الحقيقي، واللي عنده كما نقولوا حب خاص للفن بشكل عام. ديجا الالبوم كله عباره عن مجازفه لانه رانا نشوفوا لا طوندونس اللي راهي الشباب، يعني نوع الاغاني اللي راهم يستمعوا لهم الشباب يعني 99% هما اغاني الراي، اغاني الراي او لا نوفيل فيزيون اللي يحق لي ان نقول لا نوفيل فيزيون اللي جابها سعد المجرد الى المغرب العربي. اكزاكتومون. لكن حنا لا نوفيل فيزيون ما نجحتش. الخليجي المغرب، الخليجي المغربي ما نجحش في الجزائر. ما نقدروش نقولوا ما نجحش لانه ما كانش اغنيه ضاربه. كاين سعد المجرد ضارب في الجزائر، عمل ضجه حاليا. لا كجزائر فنانين جزائريين نجحوا بهذا الستيل ما كاش. انا بالنسبه لي ما كاش نو فنان جزائري. انا صح ما شفتش فنان جزائري ناجح بهذا الستيل، لكن مؤخرا انني نشوف كاين محاولات وناجحه. ما وصلتش بصح المستمع الجزائري كامل ما وصلتش، لانه المستمع الجزائري نقدر يحق لي انه انا كاعلامي وكصحفي في ميداني، حتى لو انا دخلت يعني مانيش متخصص في إنتاج الأغاني أو هذه الأشياء يعني، لكن يحق لي نتكلم في هذا الموضوع، أنه الإنتاجات اللي راهي تنتج الآن تقريبا كلها لا نوفيل فيزيون. هذه أنا نشوفه كل الأغاني اللي تخرج. أنا مثلا سمعت أغنية كذابة لسفيان بوعمرة ضربت عملت ضجة في إذاعة جيلافام، لكن مش كاش غير جيلافام اللي راهي تقدم الأغاني للجمهور الجزائري. يعني ما زلنا نحطوا أي إذاعة أخرى في الجزائر ونسمعوا لايف عرس عراسي يجوز في إذاعة وطنية. أنا هذا ما يشرفنيش إنه لايف عراسي يجوز في إذاعة وطنية. فوالا كاريمون سي سا لو مو. مازال ما تلحقنا الرقي الفني هذاك اللي يوصل الأصوات الجميلة فقط. نورمالمون دوكا سي بون. رانا في ازمه ما نقدر نقول ازمه فنيه، يحق لي اني نقول ازمه فنيه، لانه رانا في ازمه كبيره. كاين اصوات لكن مخبيه، يبينوا اصوات ما عندها حتى معنى، اصوات تقريبا 90% نشاز وكلها روبوتيك، يبينوهم ويدعموهم ويخلوا اصوات يعني اصوات راقيه اللي يقدروا يبنوا بها، يقدروا ils peuvent faire avec une industrie musicale. une industrie musicale كش يقولوا لها، يعني يولي يدخل. أنا على سبيل المثال الفن يجيب لهم دخل مادي. مثل المغرب الآن راهي عندهم ان اندستري، عندهم راح لي لو بالعربيه ان اندستري حتى انا ما اعرفش نقول فوالا صناعه فنانين. المغرب راهي تصنع نجوم. دوك نمدلك معلومه بالك ما شفتهاش نتايا، معلومه وشتها البارح. يعني
باساج في اليوتيوب، كنت ندور في اليوتيوب لقيت مهرجان عيد الاستقلال السعودي، عيد استقلال السعودية، العيد الوطني السعودي. الأصوات النسائية يعني كانوا بعض الأصوات، ما كانوش مئات عشرات الأصوات، كانوا يا ربي 10 أصوات، أصوات نسائية. لو كان نقول لك باللي ما كانتش لا وعد لا أحلام، ما أحلام سوني بازون سعوديان، وعد ما كانتش. وأنا شفت فيديو تاع وعد تبكي عبر الشاشة، الإيتي العرب، إيتي بالعربي يعني، وداو في بلاصتها فدوى المالكي اللي هي مغربية. يعني كيفاش فدوى المالكي ويارا باردون تمثلان السعودية وتشاركان في عيد الاستقلال السعودي. حتى نقول لك انا سي تري غراف. ما نقدرش نقول سي تري غراف، لكن معروف انه السعوديه عندها سياستها الخاصه وما تحبش انه يكونوا عندها مثلا. السعوديه عندها سياسه خاصه، السعوديه ما تخدمش نساء، ما تطلعش فوق المنصه بناتها، يعني ما تشغلش بناتها فوق المنصه. فهمت شو بدي احكي لك؟ اذا فهمتني. هذه السياسه يعني عندها، ما تشغلش بناتها. ممكن تطلع لك مطرب سعودي وما طلعش مطربه سعوديه، طلعت مطربين سعوديين باضافه الى سعد المجرد اكيد. ولكن أنا نوافقك في هذا الرأي، أنه المغرب عم يعمل ترويج، تصنع نجوم وتعمل ترويج لأصواتها لفنانيها، ترويج وتدفع عليهم فلوس، وهذا ما دفع بعض الفنانين الجزائريين إلى اللجوء إلى المغرب. صح حتى ينتجوا ألبوماتهم في المغرب. طلياني وشبيلال وخالد مستقر في المغرب. يعني خالد إنتاجاته كلها مع رضوان، كلها في أمريكا طبعا، لكن هو حاليا مستقر في المغرب. صح. يعني راهو بالمغرب وفرنسا. لكن اللي فريمون هنا ما لقاوش رواحهم هما بلال وطلياني، لانهم لقاو حضن كبير في المغرب وما زالهم، ونستعرف بهم لانهم ما زال عندهم النفع على بلادهم ويحبوا بلادهم. والاشاعات اللي خرجوا عليهم مؤخرا، انا كفنان انا ضد هذه الاشاعات، وانا اساندهم اثنيناتهم، شبيلال ورضا طلياني. ونعرف باللي انه يعني الجمهور الجزائري نحبه اكيد بزاف، لكنه صعب ولازم يعني ترديه الجمهور الجزائري مزاجي، صعب ومزاجي مزاجي في نفس الوقت. يحق له أن يكون مزاجي، يسمع وش يحب ويعيد لي برأيه أحسن من يخليها داخله. الجمهور الجزائري ما يعرفش يخبي داخله، يحب يخرج كل. لكن ما لازمش يعني احنا لازم نحترم المجتمع، لكن المجتمع يجب أن يتعلم احترام الفرد. فهمت؟ يعني هذوش يعني أنا كفرد محترم جمهوري وراني نبذل مجهود ونعمل أغاني جزائرية بعد ما كنت نتج غير الأغاني اللبنانية. فهمتني؟ كنت محصور باللبناني لأنه نحب لبناني وعمري ما نغني جزائري، لكن لقيت روحي بين أني لازم نرضي الشعب الجزائري باش نوصل للعالمية. إن شاء الله بيوفقك وبإذن الله. بخصوص نكملوا في حتى ما ناخدوش من علاجات بزاف، نكملوا في احنا هضرنا على الأغنية رقم 3، الآن نروح للأغنية رقم 4. رقم 4 هي اللي حكينا عليها رقم 5 يعني. رقم 5 هي متلومني، أول أغنية c'est la première chanson que j'ai écrite وخديتها en considération، بعين الاعتبار. يعني كانوا عندي محاولات كي كنت صغير، quand j'avais 18-19، لكن à l'âge de 21 ans j'ai pris une décision de rentrer, plutôt d'entrer dans le domaine artistique احترافية. فوالا دونك خديت هذه الاغنيه في عين الاعتبار، اسمها متلومني. يعني دارنا كيسمعوها سيتي لا ايتي كريت en 2011، كيسمعوها قالوا لي مستحيل انك كتبت اغنيه كيما هذه لبنانيه، مستحيل قالوا لي. يعني من اروع الاغاني في الالبوم، وعندها التوزيع الاحب الى قلبي في الالبوم هي ويا ليالي. يعني التوزيعات تاعهم هما الاحب الى قلبي، لانها مزيج من الشرقي والمودرن، وفيها دي صون شابين بزاف. فهمت؟ ان شاء الله راح يسمعوا كامل الالبوم كي يخرج، واكيد راح نوافيهم بها ان شاء الله. انا سمعت احدى الاغاني في الالبوم، مادام كان لي الحظ انه هديت لي الالبوم من يومين. نعم. انت من الزوج الاوائل اللي ابتدى لهم الالبوم. ما يخليك، انا هذا شرف لي انه يكون فنان صوته. مازال برك ما درت لكش ديديكاس. معليش، عندنا الوقت حتى نبدو عليه ديديكاس ان شاء الله. كاين اغنيه اكوستيك سمعتها في الالبوم، اجمل اغنيه في الالبوم.
اجمل اغنيه. انا تاني ما نقدرش نقول لك، ما نقدرش نجوجي الالبوم، لكن انا الاكوستيك انا مغروم بالاكوستيك. انا تاني كذلك. مغروم بالاكوستيك. انا نحب كل ما هو آلات وكل ما هو فهمت. خاصه لما يكون هيك الدقه في النوطه روعة. هذيك الأغنية قلبي خلقها لك من كلماتي وألحاني، من تقدر تقول هذيك يعني أنا دائما نقول من أجمل، لكن هم نعتبرهم كامل سيدي أصلا توت مي شوشو. فهمت. مي عندك يا ليالي وقلبي خلقها لك، هما يعني اللي ما كاش اللي يسمعهم وما يحش بالإحساس تاع محمد الونيس. لا يخفى عليك أني كنت سمعت أغنية قلبي خلقها لك لأحد كبار الإعلاميين في الوطن العربي، ناقد كبير، ناقد فني كبير، وأعجب جدا بصوتك وبالأغنية. مش حخبرك، أنا أعطيكش الاسم، لكن هو دكتور ومن لبنان وانت تحبه بزاف. نعطيك الاسم خارج البث ان شاء الله باش مباشر. وكان اعجب كثيرا بالاغنيه، قال لي هذا صوت محترف صافي بليزير. الله يخليك. شرف. نكملوا في الاغاني الالبوم. اغاني الالبوم، الاغنيه رقم 6 هي قلبي خلقان لك، حكينا عليها. رقم 7 هي خليك تجيو مع سماح أقلة وكوك ستايل. هي كانت فكرة مع لو رابور كوك ستايل، يعني ان تريو بلوتو. كانت فكرة كوك ستايل وفكرتي جات مع بعض، يعني ماشي فكرة تاع الانيشياتيف، كان بيني وبينه، يعني ما كانش تاع انسان واحد. قلت له كوكس، قال لي جات الهضره كيف وانا ما نديروش حاجه كيف. قلت له جان ديو حنديرو مع سماح أقلة. قلت له سماح أقلة اكيد يعرفها هو، وفرح قال لي لما لا، قال لي اوكي ندخلوا في المشروع. الاغنيه من اروع اغاني الالبوم، من انجحها عبر اذاعه جيل FM. احتلت المراتب الاولى، هذا الشيء يشرفني بزاف. احتلت المراتب الاولى لمده سنه كامله، موسم كامل من نوفمبر الى جوان حتى رمضان. احتلت المراتب الاولى وما خرجتش من التوب 10. يعني هذا وما كاش انسان ما يسمعش لا راديو الجيريان، بالخصوص جيل FM اللي عندها دي زوديتور بالملايين، ما كاش اللي ما يعرفش خليك، حتى ولو انه ما يعرفوش شكون اللي غناها. الغلط انهم ما يعرفوش شكون اللي غناها، هو الترويج، هو يعني الفنانين اللي لازم يكونوا نجوم خلوهم نكرة، والعكس صحيح. والشيء الثالث الخطأ كان يعني نقدر نقولها بالك في الانت جو سي با. انا عندي سؤال في هذا الخصوص، لك نخليك تتكلم لي في الاغنيه التاسعه والاخيره في الالبوم، 8 و9 في الالبوم، وبعدين نطرح عليك سؤال. يعني ممكن يكون هذا خطأ منك ويمكن يكون خطأ من لا مش خطأ مني هذا، معليش نكملوا في الاغاني دقيقه. باختصار هذه الاغنيه كان لازم تطلق في نوفمبر، نهار اطلقت في جيل FM. اكيد ما حش تنجح اغنيه طلقت في نوفمبر وتخرج في جوان في يوتيوب، مستحيل. هذا ماركتينغ خاطئ جدا، فهمت؟ هذه حاجه غلط. هذا شنو نقدر نقول لك. كملني في الاغنيه الثامنه في الالبوم. اكيد هضرت لي على خليك، يعني تفكرها فريمون باسكو تغدني الاغنيه. انا نتمنى انه خليك، لانه مادامها موجوده في الالبوم، هو الاغنيتين اللي خرجوا في الالبوم، يعني كل اغاني الالبوم جديده عمرها ما تسمعت، لكن كاين اغنيتين خرجوا، واللي هي ليالي واللي هي خليك. نعم. اللي خرجوا عبر اذاعه جيل FM، وليالي خرجت في قناه ميلودي المصريه. ان شاء الله ليالي تلقى صدى كبير، تلقى حدها في الالبوم. خليك ان شاء الله تلقى اكثر صدى، وخليك تلقى حدها في الالبوم ان شاء الله. الالبوم خارج جديد على الاسواق الجزائريه ان شاء الله، والجمهور مازال ما اكتشفكش في السوق، يعني صح اكيد. ان شاء الله اذا نجح الالبوم. شوف عندك يا ليالي، خليك، قلبي خلقان لك، والليله من انجح الاغاني. قال لك العود يتحقروا يا عميك، ما تعطيش عناوين. لا يعني لكن انا نقول لك خلي الجمهور هو يختار الاغاني اللي يعني بعد ما سمعوهم كامل الناس
الناس كامل قالوا لي هاد لي 4 شانسون ما مليحين. تنساش انه الجمهور الجزائري متذوق للفن الشرقي ايضا، مش راح يحقر الاغاني اللبنانيه. اكيد راح عندنا ينبهر، راح راح ينبهر بالاغاني اللبنانيه ملك بالك اكثر من ينبهر الجزائر. بالكلمات، انه الكلمات والتلحين للفنان صح. الجزائري ايضا. صح فهمتني؟ مظبوط. اليوم احنا نشوفوا فنانين لبنانيين يغنوا جزائري، مثلا مؤخرا سعد رمضان، لكن سعد رمضان عمل une reprise. لكن عمر كرم مؤخرا خرج اغنيه من كلمات رضا شريف ومحمد باش. وباسكال مشعلاني ايضا ومحمد باش ايضا. لكن دائما الكلمات والتلحين ماشي ليهم، يعني هما يأدوا برك ما يعني. يقدروا. شوف احنا اوني وماشي غير انا نكتب لبنانيه، مهم. تعرفت غير كيما على انسان في الفيسبوك اللي ما بروبوزي دي شونسون ليبانيز، يعني في المستوى شاعر جزائري هذا. ما ان بارولي، ما نقدرش نقولوا شاعر. انا سوي با ان بويت، سوي ان بارولي. يعني كاين فرق بين شاعر وكاتب كلمات. معروف في الساحه لا انا ما نعرفش اسمه ديجا، ستان فان. اوكي. هو معجب وما بروبوزي. انا نعرف انه الفنانه السلطانه فله الجزائريه تلحينها في الاغاني اللبنانيه رائع. يعني كانت عندها اغنيه انتجتها مع شركه روتانا، كانت من كلمات وتلحين فله، كانت فيها كليب جميل ايضا. راح لعنوان الاغنيه، لكن اغنيه جميله جدا لفله. عفوا على مقاطعة. نعم. مقاطعة كان في تقنيات لازم نصلحوها. لكن كملوا مع فلة الجزائرية. كانت الأغنية اسمها كان زمان، وكانت من إخراج جيهان الماروق. يعني مرت سعيد الماروق. مرت سعيد الماروق. لكن الأغنية كانت عملت ضجة في لبنان، روعة. وكانت احتلت أيضا مراكز في توب 20 مع في الحصة اللي كانت تقدمها أمل بوشوشة آنذاك. صح. كانت احتلت يعني من أروع الأغاني كان زمان، ومن أحب إلى قلبنا. هي من أنجح أغاني فلة الجزائرية، هي ولا حتى ثانية. طبعا. وجه تحية للفنانة الجزائرية فلة. أكيد. راهي متواجدة حاليا في بيروت إن شاء الله. وسمعنا أنه عندها ألبوم جديد داخل ألبوم جزائري 100% داخل السوق الجزائري. وإن شاء الله تجينا هيك بحاجة شرقية من لبنان إن شاء الله. تفكرنا في زمن تشكرات وأهل المعنى. لازم طبعا. تكملوا في الأغنية الأخيرة للألبوم. الأغنية الأخيرة، لا ما قبل الأخيرة، أغنية يا ليل من أحب الأغاني اللي قصتك كبيرة مع ليل ويا ليالي. كاين ثلاثة، يا ليلة ويا ليل، لأنه أنا عاشق الليل. دونك يا ليل هي أغنية غرامية. نقول لها ما تقول إني خنتك، ما بعمري خنتك أنا، ما قلبي صاير ملكيك، صمتك يحرمني الهنا. يقولها ما تقوليش باللي خنتك وما زالني نحبك. وفي المطلع نقول يا ليل يا ليل ما بدي اسهر تعبان بدي اخفى، يا عيوني يا عيوني نامي بلكي بكرة روحي تشفى. يعني الله على صوتك، وكما يقولوا احنا سهولة في الأداء. شكرا. هذا من ذوقك حبيبي. دونك هذه أغنية رقم 8. أغنية رقم 9 هي يا ريت. أول أغنية هيت سجلتها. يا ريت هي من كلماتي والحاني كذلك، توزيع تاني كان جميل. يا ريت كانت قادرة تكون أغنية ناجحة بزاف في الألبوم. لما لا بالك تنجح، ما تدري القضاء والقدر. لكن بالنسبة لي مخصوص الميكس تاعها بزاف. باذن الله انا يا ريت من لي بروجي تاعي في المستقبل انني نعاود لها الميكس. فوالا باسكو الميكس فاشل وراح نخبو. بالنسبه لي فاشل. راح ما نعطوش اسم الشخص اللي يعمل الميكس. نو البروبليم اللي يعمل الميكس كاع البوم الاخر كاع الميكس تاعو نحبوه، لكن في هذا ما توفقش لانه مش ستيل تاعو. بالك سياسي لا هاوس، يعني ما لوموش هو، لوم روحي انا لاني يعني كان لازم نتعامل مع ان دي جي ولا فوالا.
معليش إن شاء الله قال هذه تجربة أولى وإن شاء الله ينجحوا التجارب تاعك في المستقبل محمد. مهم. وأنا فرحان جدا بهذا الألبوم. وأنا اليوم حبيتك تعطي نصيحة. عندنا فنانين جزائريين خرجوا من برامج الهواة العربية مؤخرا، مهم. أصوات جميلة جدا، أصوات لا يعلى عليها. مهم. وكاين حتى اللي ما عندوش صوت يعني يبهر، لكن عنده كاريزما تبهر، لكن عنده قدرات تمثيلية تبهر. مهم. لكن أنا نشوف أن الأصوات كلها هذه اللي طلعت مولوعة بالغناء، وكلها صح. حابة تكون نجوم صف أول في الغناء. مهم. نشوف البعض منهم بدأ يقرب من من الاحترافية. صح. مثلا لو تحدثنا على الفنانة الشابة كنزة مرسلي. صح. كنزة اللي هي صديقتي ونوجه لها تحية عبر هذه الإذاعة، مهم. وأنا اليوم فخور بها لأنها عم تمشي ببطء لكن بخطوات خطوات ثابتة. صح. نعم. ثابتة، وإنتاجاتها لحد الآن نتمنى لها رائعة، التوفيق. نعم. ويشهد لها جميع في الساحة في مهم. الكبار في الساحة الفنية العربية. أنا اليوم لو قلت لك أعطي نصيحة لكنزة مرسلي، سهيلة بالشهب، أنيس بورحلة، أجرادي وغلطة، محمد الخامس، وش هي النصيحة اللي تبعتها لهم أنت كفنان جزائري أنتج ألبوم لنفسه؟ يعني أنا أول فنان يعني اللي هما يعني هو علاش نقول لك أعطيهم نصيحة؟ لأنه أنا نعرف أنه هاد الشباب راهم يبحثوا على شركات إنتاج حتى ينتجوا لهم. أنت أعطيهم نصيحة أنه كيفاش يعملوا حتى يوصلوا ينتجوا روحهم وما يكونوش عندهم بحاجة إلى شركة إنتاج. مهم. نقول لهم انتم شباب وحظيتوا بفرصة كبيرة اللي أنا ما حظيتش بها. صح. ونتمنى لكم التوفيق. هذا أول شيء لكم شباب جزائري، ونتمنى لكم توفقوا. لكن كاين شيء واحد مهم بزاف. أنا شوي تري كونتر لهذا الشيء. إياكم وإياكم ثم إياكم والغرور، لأنه بالغرور مهما نعمل، مهما ننتج، مهما نوقف على مصالح كبار، لكن كونوا مغرورين. لكن يعني كي نكونوا مغرورين وما نحبوش نعاونوا بعض، اكيد راح نسقط واكيد راح نخسر جمهور طو وطا قريبا ام عاجلا. هذه اول نصيحة. بالنسبة للانتاج نقول لهم ما تعزوش ولا فلس في جيبكم. وطونك خديتوا فرصة كبيرة، يعني خديتوا فرصة ستار أكاديمي أرب أيدول ولا ما بيش يعني مواهب فرصة اللي برامج ما نعرفش قاع البرامج اللي يشاركوا فيها. نقول لهم ما تعزوا ولا يعني فلس في جيبكم على الفن تاعكم. أنا هذا وش درت. أنا صافي أنا مهووس بلي فواياج. جو فواياج شاك اني دي فوا دو فوا باغ. عندي عامين ما خرجت من الجزائر، وهذا بسبب الفن. لأنه قررت أنه بدل أني نحوس أني نروح جو ديكوفر دي بي، جو بريفير ننتج الألبوم تاعي هكذا باش سا سرا با ترو طار. جي 25 ans جي مون البوم. الحمد لله. إن شاء الله أنا نتمنى لك كل التوفيق، وإن شاء الله يكونوا يستمعوا في هذه الحصة. كاين تاني واحد نصيحة أخرى. كمل. النصيحة الأخرانية هي أنهم لا تتعامل كيفاش يقولوا، قبل ما تتعامل مع الاسم أعطي فرصة للموهبة، سواء للكاتب أو الملحن. تعامل مع الموهبة لتمدلك وتخرجك للوطن العربي والعالمية قبل ما أنك تفكر تتعامل مع اسم كبير في التلحين والتوزيع وما إلى آخره. فوالا سيدو. أنا نتمنى لك التوفيق، ونتمنى لكل فنان جزائري أو تونسي خاصة المواهب الجديدة اللي عندها قلت لك قدرات جميلة جدا، وتستحق أنها تبان وتستحق أنها تظهر بعد ما تطلع من هذه البرامج، برامج الهواة. عندي هكذا كنت قبل قليل كنت قلت لك بالك انت خاطئ في شيء ما. انا نقول لك هل محمد لونيس عنده استراتيجي دو مانجمنت؟ يعني هل عندك إدارة أعمال؟ هذا هو البروبليم تاعي. ما كاش إدارة أعمال لأني ما لقيتش مدير أعمال شاطر اللي يقدر يوصلني وما با بروبوزي. دونك في الدومين ارتستيك عبالك طاق على منطقة كما نقولوا بالجزائرية. كيفاش يقولوا القوية كل ضعيف سي سا ديريكت.
اكزاكتومون. يعني حتى ولو ما كانش عندك موهبة، يعني لو كان يكون عندك دعم وواحد يعني صحيح موراك اكيد راح توصل. دونك لو ماناجر مهم. باغ كونطخ كاين فنانين هنايا اللي داروا اسمهم ايزون با بوزون دو ماناجر، كلش يصرى عبر الهاتف، كلش لكن عن طريق الهاتف. ماشي هنا فوالا في الجزائر. في الجزائر، نعم. نهضر في الجزائر. أنا في إذاعة تونسية ماناش في الجزائر. داكور. يعني يعني عالميا هي بروفيسيونيلمون لازم ماناجر. فوالا يعني بروفيسيونيلمون نتمنى انه يكون عندي ماناجر ويعاونني سيدو. إن شاء الله. يعني مدير أعمال دايما يوصل الفنان ديالو. لو كان مدير أعمال، إحنا ما نقولكش دايما مدير أعمال لازم يكون واصل، لكن مدير الأعمال إذا ما كانش الفنان ذكي بالكمية اللي لازم هو يكون عنده الذكاء هذاك اللي اكزاكتومون. الذكاء الفني اللي يخص عند الفنان ديالو حتى يوصل اكزاكتومون. الفنان ديالو. اليوم بدون مدير أعمال ما نظنش انه فنان راح يوصل الى المرتبة اللي ناويها، لانه المنافسة قوية والاصوات كثيرة والفضائيات كثيرة صح. والمهرجانات قليلة والانتاج قليل. يعني صح. فهمتني، المال ما كاش في ظل انه الاصوات كثيرة. يعني انا الحمد لله الوالد تاعي اللي بقى دايما انتاج راسي هو اللي دار لي الالبوم، هو اللي دعمني ماديا. انا الحمد لله اني حديت بهاد انا لما لاشونس. شفت الالبوم قريت لونيس. علي لونيس شفت علي لونيس ان لوغو. شفت لوغو سي مو كي لا كريي لوغو وقريت علي لونيس. قلت لك من علي لونيس، لانه شفت انه الاسم يتشابه لاسمك. قلت لي الاب ديالي هو من انتج الالبوم. صح. وان شاء الله كل البوماتي اذا ان شاء الله لا ما نتمناهاش الواحد، ان شاء الله نلقى شركه انتاج في الخارج. على بالي في الجزائر من المستحيلات السبع، بالك ان شاء الله في المستقبل اللي يجوا شباب كما انا يحلموا انهم يحلوا شركه انتاج. انت اليوم محظوظ محمد. نقول لك علاش انت محظوظ اليوم، لانه اليوم فنانين كبار ما لقاوش دي ميزون دي زيديسيون اللي يخرجوا لهم الالبومات تاعهم. يعني ياخذوا لا ماتير. حتى لو تدفع اليوم صعب جدا انه ان اديتور ياخذ الالبوم تاعك ويوزعه. أنا سمعت الحق. أنا سمعت الفنانة نعيمة عبابسة مؤخرا تقول عندي ألبوم جاهز من 20 أغنية و20 تيتر وما عنديش إديتور يوزعهولي، لأنها ما حبش تدفع. أنا نجيك من الآخر. إذا عندك كان كونتاكت مع نعيمة مد لي الهاتف تاعها، أنا نبعتها عند الإديتور. أنا سمعت نعيمة 150,000 دينار. سمعت الفنانة نعيمة حضرت هذا الشيء في أحد التلفزيونات أو أحد الإذاعات. ماشي غير هي كاين الفنانة سامح عقلة اللي نتجت ألبوم اللي فيه 7 أغاني ما خرجاتوش. ألبوم واجد بلي جاكيت بلي 1000 ديسك اتسيتيرا. Le problème, elle n'a pas payé l'éditeur. Elle n'a pas accepté de payer l'éditeur. لكن أنا ما فهمتش اليوم هاد لي زيديتور واش راهم يديروا في الساحة الفنية. أنا نقول الساحة الفنية هذه لأنه هذا الساحة الفنية ما فهمتش. أنا اليوم مانيش نحارب فيهم، وأنا في العدد الأول من حصتي ممكن من الحصة ديالي ممكن يرجع هذا سلبيا للحصة تاعي. لكن أنا اليوم ما فهمتش علاش هاد لي ميزون ديديسيون ينتجوا ألبومات ما عندها لساس لا راس وهي لايف أعراس لأنها تمشي في السوق وتدخل لهم الأموال. علاش؟ لأنه خليني نكمل الفكرة تاعي دقيقة ونخليك تجاوب. أنا باش الفكرة تاعي هل أنه الشعب أو المستمعين الجزائريين أو الذي يشترون الألبومات في الأسواق يحبوا مثلا كما احنا شطيح ورديح بين قوسين والرقص يعني والكلام التافه ولا أنه ما عادتش عندنا أذن تسمع الفن الراقي والأغاني الجديدة اللي افتقدناها توحشنا الأغاني الجديدة في الأسواق. دوك نفهمك. التجربة هذه عشتها. رحت عند إديتور قلت له شحال نمد لك باش تخرج الألبوم تاعي؟ قال لي حتى ولا مدت لي 8 ملايين ما نخرجش الألبوم تاعك.
قال لي ما نخرجوهولكش باسكو قال لي على بالي بلي شوف ليديتور، عفوا على الكلمه هذه، انسان تافه. ماشي هذا، لا هذا الحمد لله يعني مالغري كو انا خلصت ليديسيون تاعي وبزاف بزاف انسان فنان. امينوس نوجه له تحيه، يعني قبل ما يكون اديتور يكون فنان، تحية موصولة لأمينوس. يكون فنان فوالا. أمينوس موسيقي وموزع بدرجة. امينوس او يحب يدير موجه فنيه جديده. امينوس راه يحتضن الاصوات الجميله فقط على الساحه الفنيه، ويدير لها ليديسيون تاع الالبوم. مالغري كو حنا اللي اون باي باسكو اون دوا باي ايديسيون جديده عندها عام، عندها سنه ليديسيون. ما يقدرش يجازف امينوس بالليديسيون بدراهمو ويخرج لك ان البوم وما على بالوش اسكو سي رونطابل او با. انا يعني دوكا الالبوم يولي رونطابل الا بقدره الله، يعني بقدره ربي يقدر يكون رونطابل، باسكو مع موجه الراي التافه اللي رانا نسمعوا فيه وراه يوصل حتى المغرب العربي، وراه وصل وتخطى حدود الجزائر. الراي التافه يعني سي دوماج رانا نوصلوا، ماشي حنايا الحمد لله. كاين ناس راه توصل الفن الجزائري لكن الرديء. وعلاش ما نديروش يدنا انا ابل aux artistes. حنا فو لي زارتيست اللي راكم تسمعوا فيهم، نتوما لي زارتيست الشباب اللي راكم تخدموا، كل واحد يخدم بانانيه، كل واحد يوصل روحه. وعلاش حنا ما نديروش يد في اليد ونتعاونوا اون سوا كيف يقولوا همبل نكونوا موداس ونديروا يد في اليد ونعاونوا بعض ونوصلوا اصواتنا ونوصلوا الفن الراقي هذا اللي ننتجوا فيه للعالم العربي. وعلاش نخلوا هاد الناس تاع الراي توصل اغنيه رديئه للوطن العربي؟ فوالا. وليديتور سي لان دي raisons اللي راهي يعني تصابوطي فوالا كما يقولوا بالجزائريه العامه، اللي راهي تقتل في الفن الجزائري، لان هاد ليديتور يبريفير ياخذ لك الفن الراقص ويخلي لك الفن الراقي. وهذا يرجع أيضا للرقابة الغير موجودة ما كاش رقابه. نعم، الرقابة الغير موجودة كسوا عند لي زيديسيون، كسوا عند لي فوندور دو ديسك، كسوا في أنا نتأسف في هذا النقطة. سوا لوندا كسوا ما نقدرش نتكلم عن باسكو لوندا لو كان ما تمنش الاوكي تاعها ما يخرجش واي لوفيس ناسيونال. ما نقدرش نتكلم عن لوفيس ناسيونال دو droit d'auteur et droit لا هذه حقيقه، لكن ما نقدرش نتكلم عليها لانه لوندا ما تقدرش ما تنتجش البوم على راسي، مش على راسي، لا على الراي. لا الراي، حتى الراي موش يسوق في الميزون دو ديسك. الراي راه يباع تحت الدرج، تحت الادراج، موش يتباع تامبغي باش نهضروا. الراي هذا لو الراي بين قوسين، الراي لايف بين قوسين لا يسوق. لا كان واحد الفنان بلا ما نذكر اسمه، لا بصح دقيقه مسوق بالتامبغ. هذا ما نظنش انه يصرف في الجزائر، حتى ولو كان يسوق بالتامبغ حتى يدخل لي كونترول في حتى يغلطوهم، حتى ما نعطيكش اشياء خاطئه. لكن انا نقول لك انه لوندا ما تقدرش ما تمتش لو اوكي بوغ لايف على الراسي ما دام انه المغني جايب حقوق حقوق من الأغاني، لأنها أغاني تراثية وعنده الحق أنه يؤديها كما يحلاله الأمر ما دام داخله في التراث إحياء التراث. لوندا تشجع إحياء التراث، فهمتني؟ خلاص إحياء التراث أنا ديباسي سا. لكن لوندا ما تقدرش تقول لهم أنا ديباسي سا، هي كوكالة وطنية ما تقدرش. طبعا ديفو في الفنان، لأنه الفنان لو يحب الفن ما حبش يكون كرياتيف. هذا اللي حاب نوصل. الفنان يخمم على جيبه هنا، الفنان ولا يخمم على جيبه، ما يخممش على انه يوصل صوته كما انا مثلا. يعني وبزاف فنانين ماشي غير انا. هذه نقطة نتأسف لها. ان شاء الله تجي اون فاغ اللي تغيرهم عقليا. انا نقول لك انه الحديث معك جميل جدا، والوقت راه يمر بسرعه فائقه لكن الحديث معك رائع شكرا. وان شاء الله نزيد نتلاقاو في فرص اخرى ونتحدثوا اكثر. لكن بقى معايا رايحين نروحوا فاصل او جينجل مفتاح سول
فيه 7 أسئلة لكن أسئلة جريئة ونرجعوا جينجل مستمعينا ومستمعاتنا وراجعين لكم. Five, four, three, two, one. عودة مجددة إليكم مستمعينا مستمعاتنا عبر إذاعة موزيكانا FM وفي برنامج الجديد سولفيج ديس، وعبر هذه الإذاعة التونسية الجميلة واللطيفة نعود في فقرة مفتاح سؤال. مفتاح سؤال كما قلت نقول لك فقرة فيها 7 أسئلة. مفتاح سؤال عايش نقول مفتاح سول قبل ما نكتبوا النوتات نحطوا مفتاح سول ونكتبوا النوتات اللي هي دو غي مي تعرفهم. كل سؤال عنده نوتة. تحب نبداوهم بالترتيب ولا تحب نخلطوهم نبداهم بالترتيب أحسن. نبداوهم بالترتيب. السؤال دو يقول اسم شخص أساء إليك. أساء إلي. ما عندكش الوقت بزاف بسرعة. كاين بزاف اشخاص اساءوا الي بصح من الافضل ما نذكرش اسمائهم لانه لو كان ذكر اسمهم ما عندهاش قيمتهم. هذه حرية شخصية. أنا كنت أتمنى أن تعطيني تكون عندك الجرأة أن تعطيني اسم. لا نزيدو نقيموها هكذا نسيم. غي برنامج تتمنى أن تدعى إليه. برنامج malgré que عندي un album la seule émission bien le seul programme اللي يدعم المواهب المحترفة هو The Voice. نتمنى The Voice إذا إن شاء الله أنا أتمنى لك إنه مع أنه عندي تجربة في The Voice وتم قبولي لكن بعدها يعني حكاية طويلة شوية مثل ما صار مع كل المواهب الجزائرية في برامج الهواة العربية. سؤال غريب لكن جرأة منك لو تقول لي اسم مطربة الجزائر الأولى في عينيك. مش جرأة أنك تختار اسم من مطربات الطرب العربي في اللعبة بصح ليست بجرأة، هذه حقيقة. تحية لفلة الجزائرية. تحية تانية من برنامجنا. سؤال فنانة أو فنان تتمنى أن تعمل معه جيو. كنت حاب جزء محليا وكنت حاب في اللعبة بصح لكن لم يتم تعاون. مع أنه فلة تحب إنه يعيطوا لها فلة الجزائرية ما تحبش يعيطوا لها فلة عبابسة لأنه تقول أنه بالنسبة لها اسم فلة عبابسة هو اسم العائلي واسم فلة الجزائرية هو الاسم الفني. فلة الجزائرية يعني إحنا في الجزائر معتادين. أنا نحترم رأي الفنانة فلة لهذا نعيط لها فلة الجزائرية. 40 مليون جزائري يعيط لها فلة عبابسة لكن عرب كيرانا في إذاعة يعني عربية ومش إذاعة محلية بلوتو وطنية نقولها في الجزائرية. نعم. أما عربيا شيرين ملكة الإحساس. الله كده يا قلبي. سؤال الموالي دو غي مي فا. الآن سؤال سول عفوا. أسوأ تجربة في حياتك حتى الآن. شباب. ألحان وشباب. أكبر برنامج للهواة في المغرب العربي. وش قصتك مع ألحان وشباب؟ نعم هو أكبر في المغرب العربي مش في الجزائر. لا باش يكون أكبر برنامج هو في المغرب العربي لازم يكونوا فيه أصوات مغربية وتونسية. ما تقدرش تقول بهذا الحيز. نحن نتكلم على كبر البرنامج يعني ما صح ما تدعوش عليه مشاركة مغربية لكن ألحان وشباب استضاف أكبر نجوم المغرب العربي وجابهم يعني تخليني نحكي بحرية. لكن هو يبقى أكبر برنامج للهواة في المغرب العربي. هذه حرية شخصية لكن ألحان وشباب يبقى أكبر برنامج للهواة في المغرب يعني العربي. بالنسبة لك لكن بالنسبة لي هو أسوأ برنامج للهواة. ما أقدرش نزيد. هذه حرية شخصية. أسوأ برنامج. أنا نحترم البرنامج ونحترم منظميه بالرغم من الميزانية الضخمة والأموال الطائلة. أنا قلت من هذا المنبر وملايين دولارات وليس أكبر برنامج للهواة في المغرب العربي من حيث الميزانية ومن حيث الديكور اللي يخسر عليه ومن حيث التقنيات اللي يستعمل في هذا البرنامج.
نروح للسؤال الموالي ونقول لك بالنسبة لك من هو أهم فنان أو فنانة صاعدة في الساحة الفنية الجزائرية؟ يعني شكون تشوف انه هذا فنان عنده مستقبل بعد عامين ثلاثة في الساحة الفنية الجزائرية ويوصل الفن تاعنا إلى مش عامين 3 ان شاء الله اكثر. انا هو إن شاء الله بإذن الله. لما لا. هذه جرأة منك وثقة في النفس. هذه ثقة في النفس. ان شاء محمد، الله كلش بيضرب. السؤال ما قبل الأخير أو النقطة ما قبل الأخيرة، فكرني في النقطة ما قبل الأخيرة في سلم سي. يعني سؤال سي. نعم. هل الإعلام الجزائري أنصفك؟ التلفزيونات انصفتني، والإذاعات؟ اذاعات انصفتني كذلك. عندي اكثر من 30 خلال سنة ونص، في خلال عفوا سنتين، أكثر من 30 برنامج إذاعي مهم. من أهم برامج الإذاعية في الجزائر. جست عليها يعني، وجيتي حاجة نفتخر بها، وكنت ضيف لانفيتي برينسيبال فوالا الحمد لله أنه في أضخم البرامج الإذاعية. الحمد لله أنه الحمد لله. يعني نشوفوا أنه الإذاعة والتلفزيون في الجزائر تفتح المجال مهم. للشباب وللفنانين الصاعدين. يعني أنت كفنان عمرك ما رحت على برنامج هواة ودخلت مهم. على يعني دخلت، شيء متمرد. يعني استرجلت ودخلت على الساحة متمرد. الفنية. متمرد. يعني متمرد، استرجلت نعم. ودخلت على الساحة الفنية. أنه التلفزيون فتح لك الباب صح. والإذاعة فتحت لك الباب. الحمد لله. لكن باش ما نكذبوش على روحنا، حتى كاين بزاف اصوات، لكنك لازم تكونك شاطر، لازم يعني يكونوا عندك دي كونتاكت. الإعلام، السمع البصري يفتح لك الباب، الصحافة المكتوبة. للاسف عمري ما تلقيت عفوا دعوة من صحفي انه يكتب علي ارتيكل ميزا بار. انا صحافة مكتوبة اول ارتيكل مالوغوزمون، يعني هذا شيء يشرفني، لكن شيء مؤسف او ممتع. إذاعة ومجلة موزيكانا هي أول مجلة، يعني أول شيء، أول كومون ديراج لا بريس إكريت. أول يعني حبيت تقول لي أنه أول مقال أول بريس إكريت، نزل لك أول مقالة في هي في تونس. أول مقال نزل لك في فوالا. تونس أول مع مقال نزل. شكون كان صحفي؟ مع الإعلامي الصديق نسيم تونسي نوجه بزاف. مع أنه نسيم تونسي جزائري مش تونسي. ما وأنت جزائري. هذا أنا تاني كنت متمني أنك تستضيفني في إذاعة جزائرية قبل ما تستضيفني في إذاعة تونسية. حتى أنا كنت متمني أنه بعد ما عملت برنامج للأطفال وأنا طفل صغير في إذاعة البهجة في الجزائر، أنه اليوم رجعت للإذاعة لكن من إذاعة تونسية مش إذاعة وطنية. معليش، صافي بليزر، صافي بليزير اكثر. انك معليش. دخلت من تونس، يعني ان شاء الله تدخل. نتمنى لك انه تكون عندك اون غراند كارير في الانيماسيون راديوفونيك. إن شاء الله بإذن الله. عندي سؤال بالك حيزعفك وبالك راح توضح منه في هذه النقطة. هل محمد لونيس مغرور؟ يقولوا عليك مغرور كما نقولوا احنا في الجزائر زواخ. وضح لي والله هذه مغرور. النقطة. أنا قالوا لي انا سمعتها واليوم ما حبيت. لا، محمد لونيس ماشي مغرور، بعيدا بعد تام عن الغرور. ما باش نقدر نجاوبك. واللي قال عليا مغرور اكيد هو غيور. هذه غايور حتى يفهموها. غيور يعني غيور بالجزائرية. غيور بالجزائرية. معليش. أنا نشكرك محمد لونيس. الله يسلمك. شرفتني اليوم وأنا شرف كان فخور. ليا. تفضل. شرف كان ليا قلت لك. أنا اليوم فخور جدا أنه في العدد الأول من سولفيج دي استضفت فنان بمساحة صوتك. أولا شكرا. صوتك الجميل جدا، الهدية الجميلة اللي جبتها لنا معك هو ألبومك الجديد اللي يحمل 9 أغاني داخلة على الساحة الفنية الجزائرية وداخلة على الريبرتوار الجزائري. لأنه حتى لو كان
الألبوم فيها 4 أغاني لبنانية وألحان وكلمات باللبناني، لكن يبقوا أغاني جزائرية. أغاني لانه جزائرية غناهم فنان لأن جزائري وكتبهم لحنهم صناعتهم جزائرية وتوزيع جزائري وكل شيء وتوزيع جزائري. كل شيء جزائري. نعم. أنا اليوم شرفتني ونقول لك برنامج سولفيج ديس مفتوح لك في أي وقت، ومرحبا بك شكرا، في أي الله لحظة. يخليك. الله يسلمك. كلمة أخيرة أنه نتمنى أنه نكون في الخير على الحصة تاعك وكأول ضيف، ونتمنى لك une grande carrière في الإعلام لأنه أدهشتني بطريقة تقديمك، وفريمون إن شاء الله تولينا للجزائر، تولي الإذاعة الجزائرية. يعني يكون عندك حظ وتكون في إذاعة جزائرية ولك برنامج، لأنه عندك ثقافة فنية كبيرة و tu mérites plus que d'autres animateurs رانا نشوفهم حاليا في الإذاعات الوطنية. صديقي محمد، وهذه ليس بعيدا عن الصداقة، ما دخليش صداقة في الوسط. أنا شوي تري فرون، شوي تري ديريكت، نقول إلا الصراحة. الله يخليك محمد، شكرا، يسلمك. تعيش، ربي يخليك. وانا بدوري نتمنى ذلك، مع انه راح يزعفوا منا القائمين على اذاعه موزيكانا، لكن يقول لك طعم النجاح لما يكون في بلادك يجيك ألد واطيب أكيد. لكن معليش، انا اليوم نوجه تحيه لكل مستمعينا في الجزائر العاصمه، نقول لهم من هنا من تونس نبعث لكم احلى سلام واحلى كلام، ونبعث لكم احلى البوم، وبعد 20 يوم تقدروا تستمتعوا بكل هذه الاغاني الجميله اللي نزلت لكم في السوق. وهذا الالبوم اللي يحمل عنوان يا ليالي، وان شاء الله ليالي الجزائر تبقى زاهية امنه وزاهيه إن شاء الله. وكلها فرح. محمد لونيس، الى اللقاء وفي الملتقى القريب ان شاء الله. أوفر. مع السلامة. مستمعينا ومستمعاتنا، تلقونا بعد قليل في الفقرة اللي تدخل الشبكة البرامجية لإذاعة موزيكانا FM، وفي برنامج سولفيج ديس فقرة السنفونية في الفن السابع، وراح نتحدث فيها عن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط.